الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. إنجاز مرعب مش أي حد يعرف يوصل له. الفكرة إن الأهلي النهاردة خد بطولة أفريقيا في آخر 4 سنين 3 مرات. ناس طبعا شايفة إن ده إنجاز، لكن العكس، في ناس شايفة إن الأهلي لو ما كانش فاز ببطولة أفريقيا المرة دي كان هيبقى فشل، طبعا زي كابتن رضا عبد العال وما شابهه. لكن مش هي دي القصة إن البطولة دي غير إن هي تخليك تفرح بال11 والإنجاز من قلب الوداد. البطولة دي بتخليك توصل لكأس العالم للمره الخامسه على التوالي، مش الرابعه. الرابعه ان انت خدت البطوله، لكن الجميل ان انت تخش الخامسه اللي هي 2025 عشان تصنيف الفيفا والقصه اللي اتكلمنا فيها قبل كده. 5 سنين ورا بعض اول نادي يلعب في كاس العالم انديه 5 سنين ورا بعض. نيجي بقى للنقطه الثانيه، جون محمد عبد المنعم. وايه بقى الجميل في جون محمد عبد المنعم غير ان هو جون البطوله؟ طبعا دي فرحه وهستيريه مفيش حد يقدر ينكرها، لكن جون محمد عبد المنعم ده بيتشق فيه كذا حاجه. اول حاجه، ده اول جون يدخل في نادي الوداد السنه دي في دوري ابطال افريقيا على ملعبه، دي اول حاجه. تاني حاجه، تحس ان هو جون كده بعد ما شفنا الجمهور ولاعيبه الوداد بتعمل ايه والحكم الفاسد كان بيعمل ايه، تبص كده تحس ان الجون جه في فوزي الاوجع وفي الاتحاد الافريقي وفي النصري رئيس نادي الوداد. تحس كده زي ما قال عصام الشوالي، هي دي الكلمه اللي فعلا قالها. طبعا عصام الشوالي دلوقتي حبيبنا ما نقدرش نتكلم عنه. عصام الشوالي قال كلمه، قال لك هدف قتل 60,000 محارب، وطبعا هو بيتكلم عن المحارب ده اللي هم جمهور الوداد. جم فعلا تحس ان هو قتلهم، صدمه للجمهور، ودي كانت الفرحه الاساسيه بالنسبه لي شخصيا، ما اعرفش بالنسبه لكم انتوا ايه. وحاجه تانية عايز اتكلم عليها في جون محمد عبد المنعم، ان في مفارقه غريبه جدا. جون محمد عبد المنعم السنه دي، الاهلي بدا بطوله افريقيا بجون محمد عبد المنعم في الاتحاد المنستيري بره الارض. هو اللي بدانا بيه الجون، هو محمد عبد المنعم نفس اللاعب من عرضيه برده من معلول زي الاتحاد المنستيري، جاب جون في ماتش الوداد. تاني حاجه ان الاهلي الجونين بره الارض. تالت حاجه ان جونين في اخر الماتش في الوقت يعتبر بدل ضايع او في اخر 10 دقائق في الماتش. والاثنين دول، الماتشين دول برضو الاتحاد المنستيري والوداد المغربي، محمد عبد المنعم خد احسن لاعب في الماتش. يعني سبحان الله، محمد عبد المنعم اللي بدانا بيه البطوله هو اللي خلص لنا وجاب لنا البطوله. طبعا انجاز لمحمد عبد المنعم. من الاخر كده انا شايف ان جون محمد عبد المنعم ده ما يقلش عن يساريه ابو تريكه في الصفاقسي او يمينيه قفشه في الزمالك، ولا حتى دلوقتي اللي نبقى محتارين جون الصفاقسي ابو تريكه ولا جون الزمالك ولا جون الوداد. الثلاثه كل واحد ليه متعه خاصه، والحمد لله انا عشتهم وعاصرتهم بنفسي. نيجي بقى لقصه ثانيه خالص. تيجي نفكر مين هو السبب الرئيسي في البطولة؟ طبعا اللعيبة، مجلس الإدارة، الجهاز الفني، كلهم كانوا رجالة على قد المسؤولية بالظبط. لكن أنا شايف إن رجل البطولة الأول هو مارسيل كولر. تتفق أو تختلف، مارسيل كولر هو أحسن واحد وأحسن جايزة تروح له في البطولة. ليه بقى؟ الراجل استلم الفرقة محبطة ومتهانة نفسيا من بعد ماتش الوداد السنة اللي فاتت في النهائي أفريقيا. محليا متداس علينا، مش عارفين ناخد الدوري، كسب نخرج منه، مش عارف بيحصل ايه. الراجل رجع عمل لك هيمنه محليه. الهيمنه المحليه دي انك خلاص قربت تحسم الدوري، الراجل خد الكاس، 2 كاس سوبر، بطوله افريقيا جت زينت اللي هو عمله ده كله. ده غير ان يعني عمل الفوارق الفرديه اللي طورها في اللعيبه. بصوا على لعيب راجل عنده شخصيه، راجل مش اي حد يقدر يقعد الشناوي وهو سليم وكلنا عارفين انه سليم علشان ما يجازفش بيه. ده قرار صعب جدا جدا، ان انت بتبقى محتاج كل لعيب خبره في الماتش اللي على ارضك. تاني حاجه، دي معلومه مش حاجه يعني بقولها لكم كده، ان هو اتكلم مع الشناوي قبل كده في موضوع الزعيق. نفتكر السنه اللي فاتت واللي قبلها الشناوي على طول بيزعق ويكلم اللعيبه، ولما كانت ناس تانية بتتريق يا ايمن ومش يا ايمن، لو لاحظتوا الموضوع ده اختفى. اتكلم معاه قال له انت قائد في الملعب، لكن مش انت اللي بتتكلم كتير في الملعب. تاني حاجه، مين اللي رجع محمود متولي؟ مين اللي محمد هاني اللي كنا بنطالب انه يمشي السنه اللي فاتت رجعه لمستواه؟ مين اللي طور حمدي فتحي بالادوار المركبه وبيخليها في الشق الهجومي يبقى ليه دور؟ مين اللي كنا عايزين نسرح بيرسي تاو زي ميكيسوني لقيناه الراجل بقى هو التوب فورم في اللعيبه؟ مين اللي يقدر يخلي كهربا هداف دوري ابطال افريقيا وهو راجع من ايقاف وهو مش مهاجم اصلا؟ مين اللي طلع النسخه المرعبه من حسين الشحات اللي كنا السنه اللي فاتت برضه مستغربين فيه؟ طبعا ده غير لعيبه كتير، يعني ان هو مثلا يقعد واحد زي قفشه الفتى المدلل في الاهلي اخر 3 سنين، وعمرو السوليه اللي كبر في السن شويه بس عرف ازاي يوظفه، ولاعيبه كتير مش عايز اتكلم عليها، لكن دي ابرز الحاجات اللي شفتها من مارسيل كولر. مارسيل كولر يا جماعه هي صفقه الاهلي اللي حصلت السنه اللي فاتت. سيبكم من اي حاجه ثانيه، دي اللي اسمها صفقه. ان مدرب يجي يرجع هيمنه المحليه تاني، ياخدها لك كل البطولات المحليه، وبيخلص الدوري من قبل ما الدوري يخلص بفرق كبير نقط عن اللي بعده، ويخليك نازل اي ماتش مطمن. دي لوحدها كفايه عندي ان مارسيل كولر هو ده اللي عايز اوصله لكم. بيغلط في ماتشات وتغييرات متاخره، وده مدرب او بني ادم زي اي واحد.
لكن هو اللي قدر يطور اللعيبه بتاعت الاهلي من غير صفقات. خلي بالكوا كل ده من غير مهاجم. الاهلي كان بيتكلم انه عايزين مهاجم والجمهور كان شايط عشان نجيب مهاجم ونتعاقد مع مهاجم، وده ما حصلش في الميركاتو الشتوي، وقدر يكمل وياخد بطوله افريقيا. من بعد ماتش سان داونز الاهلي بقى نسخه تانية. الاهلي حلو وجميل، افرحوا. الناس اللي هتيجي تقول لك اصل جون عبد المنعم لا ده حظه الاهلي ما لعبش، او الاهلي ما لعبش والوداد ما لعبش، عشان يجي يضحك عليك. الوداد كان اخطر على الاهلي في ماتش القاهره، كوره جت في العارضه وكورتين مصطفى شوبير، كل ده انا اتقبله. لكن هو ما كانش فيه كوره في الماتش اصلا. لكن لو الجون بتاع الاهلي بتاع عبد المنعم ده جمله بتتنفذ من السنه اللي فاتت، بدانا بيها زي ما قلت لكم في اول الحلقه، جبنا بيها جون كذا مره، ومع محمد عبد المنعم جاب جون بالطريقه دي مع منتخب مصر. فالجون مش وليد الصدفه. إيه، جمهور الاهلي لازم يفتخر بفرقته. اتريقوا علينا بعد ما خسرنا من الهلال السوداني هناك، لما خسرنا 5 قعدوا يعايرونا، لما كسبنا القطن في ملعبه قال لك دي فرقه اصلا اي كلام عادي لما تكسبها 4. قابلنا زي ما بيقولوا بعبع شمال افريقيا، اقوى 3 فرق في شمال افريقيا، الاهلي خرجهم بره البطوله، اذا كان الرجاء ولا الترجي ولا الوداد في الفاينل. الاهلي بقى عقده لناس كتير، كل ده عملناه. وانا شايف برضو ارجع للموضوع هو كولر. لكن اللي انا عايز اقوله لكم لازم نفرح، لازم نفتخر بالفرقه دي. الاهلي فاز على كل دول، الاهلي فاز على الاتحاد الافريقي، الاهلي فاز على الاتحاد المصري. الاتحاد المصري لازم والله يكرم الاهلي. واحد زي جمال علام ده لازم كده يعني يروح النادي الاهلي يشكرهم ان هو بسبب الاهلي بنسبه كبيره يا جمال علام مكمل في مركزه. يا جماعه اتحاد الكوره من 2000 بقى جمال علام واللي قبله واحمد مجاهد والناس دي كلها، مصر ما فرحتش في الكوره من صعودنا لكاس العالم 5 سنين. من بعد 5 سنين مفيش انجاز، لا بطوله افريقيا ولا انديه تانية بتعمل اي منظر في بطولات افريقيا، ولا كاس ولا وصلنا لكاس عالم. في اخر 5 سنين الاهلي هو الواجهه المشرفه للكره المصريه في المحافل الدوليه، اذا كان في كاس عالم انديه او في بطوله افريقيا. عشان كده بقول لكم الاهلي انتصر على ناس كتير قوي. محدش كلف خاطره يروح يآزر الفرقه دي كده اللي يروح لها الملعب بضحكه صفراء، اذا كان جمال علام ولا عازم امام ولا بركات اللي هو تاريخه كبير في الاهلي. مفيش واحد حتى كده راح عشان الصوره ياخد لقطه ان احنا بنظلمه زي ما الناحيه الثانيه عملوا، اذا كان فوزي لقطع ولا وليد الركراكي ولا رئيس النادي بتاع الوداد. الناس كلها بتدعم فرقتها عشان بتلعب باسم بلدها الا احنا. كابتن جمال علام ظهر بس لما الاهلي خد البطوله، وقف على المنصه، غير كده ولا اي حاجه. الراجل ولا كأن الاهلي بيلعب باسم مصر. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. افرحوا يا جماهير الاهلي. الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه 5 مرات. الاهلي وصل البطوله ال11، بقى ابعد عن اي حد باي رقم. وان شاء الله نحتفل مع بعض برضه الاهلي لما ياخد الدوري، وبكتير بقى ان شاء الله ان شاء الله البطولات الجايه كلها مع شويه تدعيمات هتشوفوا الاهلي ده في حته اكبر مما تتمنوا بكتير. يلا الف مبروك، افرحوا وانزلوا هيصوا في الشوارع، وعقبال ما اشوفكم بعد ما الاهلي ياخد ان شاء الله الدوري. سلام.